بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض شيش طاووق، ولا أحلى ولا أجمل، وكمان هنحطه في العيش السوري ونعمله سندوتشات بالعيش السوري. ايه رأيك؟ بس لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا سبسكرايب لايك شير وكمان كومنت يفرحني، ويلا بينا عشان أقولك اتعمل ازاي. يلا بينا. بس للملاحظة حبايبي، الفيديو ده أنا عاملاه في رمضان، مسجلاه ومنتجاه في رمضان. نبدأ بسم الله. دي بصلاية صغيرة عادية بنخرطها تخريط عادي زي ما بنتبل بيها البانيه أو بنتبل بيها أي حاجة، ونحط عليها نص معلقة فلفل أسمر والملح طبعا حسب الرغبة، وكمان بشرة جوز الطيب صغيرة. دي جوز الطيب اهي، بشرة كده صغيرة. مش حابة جوز الطيب ما تحطيش، براحتك. ممكن تحطي توابل فراخ، وشوية خل برضو صغيرين، ده خل عادي اهو. وهندعكها كده حلو في بعض. وهننزل عليها بالشيش طاووق بتاعي. الشيش طاووق ده اللي كنا موضبينه مع بعض في تفريزات رمضان لو تفتكروا. هسيب لكم برضو لينك الفيديو في صندوق الوصف، وهيظهر معاكي في حرف الاي فوق. هفضيه بس في طبق اكبر عشان اعرف اقلبه. بالظبط كده. وادعكه حلو كده مع بعضه علشان يتشرب مع بعض من البصل والتوابل، علشان ما يبقاش فيه اي زفارة خالص. الخطوة دي بعملها عشان ما يبقاش فيه اي اثر للزفارة معايا في الشيش طاووق. تمام. هسيبها كده بقى قيمة نص ساعة او ساعة بالكتير. في خلال الفترة دي انا همسك بقى الخضار بتاعي اقطعه. انا ما كانش عندي فلفل اصفر، فانت لو عندك فلفل اصفر حطي، احنا بنحط فلفل الوان. انا كان عندي احمر واخضر فحطيت. تقطعيه كده قطع كبيرة عشان ما ينشفش معاكي. وده الاخضر اللي عندك حطيه، ما تقفيش على حاجة. انا كان عندي الاخضر والاصفر، والاخضر والاحمر، انا راكب معايا الاصفر ليه؟ الاخضر والاحمر فحطيته. لو وصلتي معايا لغاية هنا انزلي ودوسي على الاشتراك تحت وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودي بصلاية قطعتها 4/4 وهفرطها كده من بعضها، طبعا بعد ما نضفتها وغسلتها. وهفرطها كده كل ورقة لوحدها. أورقها كده من بعضها. معلش اعذروني على صوتي، والله أنا لسه عندي برد وتعبانة. ده الزبادي برضو اللي كنا بنعمله مع بعض. فاكرين الفيديو بتاع زبادي سحور رمضان؟ برضو هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، وهيظهر معاكم في حرف الاي فوق. بس هنا كان لسه خارج من الفرن، يعني ما قعدش في التلاجة غير حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، عشان كده هتلاقوه سايل شوية، بس مش هيفرق معايا في التتبيلة يعني. وشوية زيت صغيرين. وطبعا احنا حاطين في تتبيلة الشيش طاووق خل، فمش هنحط خل تاني، ومملحينها وكل حاجة. دي بقى التوابل الشيش طاووق الجاهزة، أي شركة تعجبك. أنا ما بجبركيش بشركة معينة، بس بصراحة في منتهى الجمال، أحسن من أي توابل هتحطيها على الشيش طاووق. والكيس بيكفيني مرتين، يعني أنا الكيس ده كنت واخدة منه مرة قبل كده، عشان كده قافلاه بالمشبك الصغير ده، وبحطه في التلاجة عادي، وباخد بعد كده لما بحتاجه تاني بحطه. ولو عاملة كمية كبيرة بتاخدي الكيس كله. بتخلطي بقى المكونات دي كلها كويس مع بعض، وتخليها كده تتداخل مع بعض كلها، واروح نازله بيها على الشيش طاووق بتاعي بدون ما اشيله من البصل. البصل بالتوابل فيه زي ما هي. جربيها وصدقيني هتدعيلي.
وكمان الخضار اللي انا قطعته هحطه معاه عشان ياخد من نفس طعم التتبيلة. هيفرق معاكي جدا في طعم الخضار لما تيجي تاكليه. بتحطيه بياخد نفس التتبيلة وبيتشرب من نفس التتبيلة، بيبقى طعمه حلو جدا. كده بقى انا هسيبه في التلاجة. انا عملته بصراحة الصبح بدري بعد صلاة الفجر، وهسيبه في التلاجة لغاية قبل الفطار. قبل الفطار بساعة كده هطلعه وابدأ اعمله. ادي كده اهو قبل الفطار طلعته وقلبته كده مع بعضه شوية. وطبعا عصيان الشيش بتاعتي نقعاها في مية قيمة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة عشان بس ما تتحرقش مني. هناخدها بقى كده ونسيخ واحدة واحدة. انت لو حابة تحطي طماطم حطي، احنا ما بنحبش مع شيش طاووق الطماطم، بنحب بس الفلفل والبصل. انت بقى الخضار اللي انت حباه واللي عارفة ان اسرتك بتحبه حطيه، دي بتاعتك انت بقى وتفاصيلك انت. ولوني بقى في السيخ زي ما انت عايزة، وحاولي تكتري الالوان. كلنا عارفين ان الخضار كل ما نكتر الوانه كل ما فايدته بتكون احلى. شكلي كده السيخ بتاعك، وحاولي ما تخليش السيخ مكبوس على بعضه، يعني ما تكتريش فيه عدد اللحمة علشان ما يبقاش مكبوس عشان يستوي معاكي كويس. بصي انا حطيت 3 قطع بس القطع كبار شوية، وبصي افردهم بقى ازاي كده عشان لما يجي يستووا معايا يبقوا كويسين، ما تبقاش مكبوسة في بعضها وتبقى نية. بالطريقة دي كده هكمل بقية السيخ وارجع. كده انا كملتهم كلهم اهو، طلعوا معايا 5 تسياخ. دي بقى طاسة جرانيت تيفال سيراميك، المهم ما تكونش بتلزق، وتسخنيها كويس قوي 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 علشان انا مش عايزة الشيش طاووق بتاعي يجيب مية. لو جاب مية هينشف معاكي، انا عايزاه ياخد تشوك وما يجيبش مية، يحتفظ بالسوائل بتاعته جواه. وبعد ما الطاسة تسخن قوي وتنزلي بالشيش طاووق توطي العين خالص، العين تبقى هادية عشان يستوي كده على النار هادية وما يبقاش ملسوع من بره وني من جوه. بصي وكده بقى بتقلبيه كل شوية. بصي بنقلب فيه ما ياخد اللون الحلو ده كده، نفضل كده نقلب فيه كل شوية. اهو طلعته كده. والتركه اللي جايه دي بقى بتاعتك انت حابه تاكليه مع بطاطس مع مكرونه بعيش فينو براحتك. انا عن نفسي هعمله في العيش السوري. العيش السوري ده بصراحه انا جايباه جاهز، انا مش عاملاه في البيت. لو انتوا حابين اعمل لكم عيش سوري اعمل لكم فيديو بعد كده واعمل لكم فيه العيش السوري. بس بصراحه طعمه في العيش السوري بيبقى طعمه تحفه. تحطي السيخ كده وتسحبيه بيبقى بالطريقه دي كده. ممكن تحطي معاه بطاطس، ممكن تحطي معاه مايونيز، حطي معاه اللي انت عايزاه، بس احنا حابينه كده وحابين جنبه كاتشب. وفي نفس الطاسة اللي عملنا فيها الشيش طاووق هنحطه. وكده طلع في النهاية بالطريقة دي كده، وادي الكاتشب معاه. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسينيش سبسكرايب لايك شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.